السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. هحل معاكم النهاردة محافظة رقم 5، محافظة الشرقية. أول سؤال: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول: قياس كل زاوية داخلة في المضلع السداسي المنتظم هتساوي نقط. عشان نجيب زاوية واحدة من السداسي المنتظم ليها قانون، هتبقى ن ناقص 2 هنضربها في 180. لو انا عوضت في القانون ده بس يبقى كده هجيب مجموع قياسات الزوايا كلها اللي داخله للشكل السداسي، لكن لما اقسم على ن يبقى كده هنجيب كل زاويه بكام. كل زاويه بكام كده ن ناقص 2. هنا عندي ده شكل سداسي فن هتبقى ب6. 6 ناقص 2 هيبقى 4، هنضربها في 180 على ن اللي هي ب6، يبقى على ال6 هنضرب 4 في 180. 720 هنقسمهم على 6 هيساوي 120. يبقى كده كل زاوية في السداسي المنتظم هتبقى 120 درجة. الاختيار نمرة ب هيبقى 120 درجة. بعد كده السؤال التاني: أ ب ج د متوازي أضلاع في قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج بتساوي 100 درجة، فإن قياس زاوية د هتساوي نقط. هنرسم أي متوازي أضلاع هنسميه أ ب ج د. مديني قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ج ب100 درجة. عارفين من خواص متوازي أضلاع كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. هو مديني أ زائد ج ب100، وأنا عندي هقوله بما أن قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية ج، دي خواص المتوازي، زاويتان متقابلتان هيبقوا متساويتان في القياس. يبقى كده لو أنا عوزت أجيب أي زاوية منهم، زاوية أ أو زاوية ج، يبقى كده قياس زاوية أ هتساوي 100 على 2 هتساوي 50 درجة. يبقى احنا كده جبنا زاوية أ ب50 وجبنا زاوية ج ب50. هو عايز قياس زاوية د. من خواص المتوازي برضو ان كل زاويتان متتاليتان مجموعهم 180 درجة. عشان اجيب قياس زاوية د هنطرح من 180 عشان زاويتان متكاملتان. 180 ناقص 50 دي قياس زاوية د هتساوي 130 درجة. يبقى كده جبنا زاوية د ب130 درجة. الاختيار نمرة د. بعد كده السؤال الثالث: صورة النقطة 2 و5 بالدوران حول نقطة الأصل بزاوية قياسها 90 درجة هي نقط. عايزين دوران بزاوية قياسها 90، يبقى كده هنغير الصاد. أنا عندي النقطة اللي هي 2 و5، الرقم الأول السين والرقم التاني اللي هو صاد. هنا قال لي زاوية قياسها 90، يبقى هنغير إشارة الصاد ونبدل الأماكن. هنغير إشارة الصاد ونبدل الأماكن، هتبقى -5 و2. الاختيار نمرة ج. لكن لو قال لي بزاوية قياسها -90 ساعتها هنغير إشارة السين ونبدل الأماكن. لكن لو قال لي موجب أو -180 هنغير الإشارات للسين والصاد وهما في أماكنهم. لكن لو قال لي 360 موجب أو -360 ده اسمه دوران محايد، مش هنغير حاجة. بعد كده السؤال الرابع: إذا كانت قياسات زوايا مثلث هي 2 س و3 س و5 س فإن السين هتساوي نقط. هنا عندي مديني 3 زوايا، عارفين قياسات زوايا المثلث بتساوي 180 درجة، فأنا المفروض لما نجمع ال3 زوايا دول يديني 180. يبقى هجمعهم 2 س زائد 3 س زائد 5 س. 3 زوايا المثلث مجموع قياسات الزوايا داخلة المثلث 180 درجة. كده عندي دول حدود متشابهة هنجمعهم 2 س و3 س 5 س و5 س يبقوا 10 س هتساوي 180. هنقسم هنا على 10 وهنا على 10. الصفر اللي في البسط هيطير مع الصفر اللي في المقام، يبقى كده السين هتساوي 180 على 10. الصفر هيروح مع الصفر هتبقى فيها 18. يبقى احنا كده جبنا قيمة السين ب18. الاختيار الأول أ. لو قال لي عايز الزاوية الأولى بكام أو عايز الزاوية بكام هنعوض بقيمة السين. هنا كنا هنضرب للزاوية الأولى
هنضرب الاتنين في ال18، وعشان نجيب الزاوية التانية هنضرب 3 في 18، وعشان نجيب الزاوية التالتة هنضرب 5 في 18. بعد كده السؤال الخامس، الدوران المحايد يكون بزاوية قياسها هيكون موجب أو سالب 360. إجابة السؤال الخامس هيبقى الاختيار نمرة د، موجب أو سالب 360 درجة. بعد كده السؤال التاني، أكمل ما يأتي. صورة النقطة 3 و1 بانتقال 1 و5 هي نقط. هنا مديني الانتقال 1 و5، يبقى السينات هنجمع السينات مع بعض وهنجمع الصادات مع بعض، ده عشان نجيب الانتقال. صورة النقطة بالانتقال اللي هو 1 و5، عشان نجيب صورة النقطة يبقى هنجمع السينات وهنجمع الصادات. يبقى كده النقطة الأولى هتبقى 3 زائد 1 هيبقى 4، و1 زائد 5 يبقى 6. يبقى صورة النقطة هتبقى 4 و6. ده إجابة السؤال الأول. بعد كده السؤال التاني، الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث وموازيا أحد الضلعين الآخرين هيكون نقط. لو أنا عندي مثلث وفي شعاع مرسوم من منتصف ضلع في مثلث، الشعاع مرسوم وبيوازي الضلع التالت، بينصف مرسوم من منتصف ضلع وبيوازي الضلع، هنستنتج ايه؟ ان هيكون بينصف الضلع التالت، هيكون بينصف الضلع اللي قدامه، يبقى يكون منصف للضلع الثالث. بعد كده السؤال الثالث، قياس الزاوية الخارجة عن المثلث يساوي نقط. المثلث الزاوية الخارجة بتكون امتداد أحد الأضلاع، أي ضلع نمده، دي الزاوية الخارجة. خدنا الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها، يبقى هيكون بيساوي قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. بعد كده السؤال الرابع، مستطيل بعداه 3 سنتي و4 سنتي، فإن طول قطره يبقى نقط. لما يكون عندي مستطيل ومديني فيه بعدينه 3 سنتي و4 سنتي وعايز قطره، عايز القطر طبعا احنا عارفين ان المستطيل زوايا قائمة، فأنا عندي كده مثلث قائم وعايزة أجيب فيه الوتر اللي هو أكبر ضلع، لو سميته ألف ب ج د، فأنا عايزة أجيب الوتر اللي هو ألف ج. الوتر اللي هو ألف ج تربيع، الوتر اللي هو عايزه اللي هو قايل عليه قطر المستطيل هنا اللي هو الوتر في المثلث ألف ب ج. هنا ده الوتر الكبير هيكون عبارة عن مجموع مربعي ضلعي القائمة. ناخد بالنا ده الوتر بيكون بيساوي مجموع مربعي ضلعي القائمة، يبقى هنجمع ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع هيكون بيساوي ألف ب اللي هو 3 يبقى مربعها 9 زائد ب ج ب4 يبقى 16، 9 زائد 16 هيبقى 25. يبقى احنا كده جبنا ألف ج. عشان نجيب ألف ج بس هنجيب الجذر التربيعي ل25 هتكون بتساوي 5 سنتي، يبقى القطر بتاع المستطيل هيكون بيساوي 5 سنتي. بعد كده السؤال الخامس، المربع هو نقط قطران متساويان في الطول ومتعامدان. المربع هو متوازي أضلاع، المربع هو متوازي أضلاع قطران متساويان في الطول ومتعامدان. بعد كده السؤال الثالث، ألف في الشكل المقابل عندي ه د، شعاع ه د يوازي القطعة ب ج. عندنا توازي ومديني قياس زاوية ب ألف ج، ب ألف ج ب100 درجة، وعندي قياس زاوية ج 30 درجة، عايز قياس زاوية ه. هنا دلوقتي أنا عندي المثلث ألف ب ج، عارفة فيه زاويتين هقدر أجيب الزاوية التالتة، يبقى كده هقول في المثلث ألف ب ج بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث بتساوي 180 درجة، يبقى كده إذن قياس زاوية ب هتساوي 180 ناقص افتح قوس 100 درجة زائد 30 درجة، 100 زائد 30 130، ونطرح 180 هتكون بتساوي 50 درجة. يبقى كده جبنا قياس زاوية ب ب50 درجة.
طالما جبنا قياس زاوية ب هنقدر نجيب قياس زاوية ه اللي هو عايزها. طب هنجيبها ازاي؟ انا عندي ه د يوازي ب ج، وعندي ه ب د القاطع، يبقى كده عندي ه د يوازي ب ج، وعندي ه ب د القاطع ليهم، كده عامل لي حرف الزد. يبقى عندي كده زاوية ب هتكون بتساوي زاوية ه بالتبادل. كده جبنا ب ب50، يبقى ه زيها ب50. هنكتب الكلام ده، هقول بما ان ج د يوازي ب ج وه ب قاطع لهما، إذن قياس زاوية ه بتساوي قياس زاوية ب بتساوي 50 درجة. طبعا جبناهم بالتبادل، هنكتب جنبيها بالتبادل، وهو ده المطلوب. بعد كده السؤال التالت ب في الشكل المقابل. عندي د وه وواو منتصفات ألف ب، وواو منتصف ب ج، وه منتصف ألف ج. عندي ألف ب 6 سنتي، مديني ألف ب كله ب6، وعندي ألف ج ب10 وب ج ب8. اوجد محيط المثلث د ه واو. عشان نجيب محيط المثلث عايزين نجيب 3 أضلاع عشان نجمع. يبقى كده محتاجة اجيب د ه، ومحتاجة اجيب د واو، ومحتاجين نجيب واو ه. أول حاجة هنقدر نجيب د ه، أنا عندي د منتصف ألف ب، وعندي ه منتصف ألف ج. نستنتج ايه؟ طالما عندي د منتصف ألف ب وهي منتصف ألف ج، يبقى نستنتج إن د ه هتكون نص ب ج، هتكون بتساوي 4 سنتي. هنكتب الجزء ده، هقول بما أن د المنتصف ألف ب وه منتصف ألف ج، هنستنتج ايه؟ إن د ه، هقول له إذن د ه هتكون بتساوي نص ب ج، هتكون بتساوي 4 سنتي. جبنا أول حاجة. تاني حاجة أنا لو عايزة أجيب د واو، أنا عندي برضو د منتصف ألف ب، وعندي واو منتصف ب ج، يبقى نستنتج إن د واو نص ألف ج هتكون بتساوي 5 سنتي. هنكتب الجزء ده، هقول بما أن د منتصف ألف ب وواو منتصف ب ج، إذن نستنتج إيه؟ هقول له إذن د واو هتكون بتساوي نص ألف ج. كده د واو نص ألف ج هتكون بتساوي 5 سنتي. بعد كده هقول بما أن احنا كده جبنا د ه وده الواو، فاضل لي اجيب ه واو. عندي برضو ه منتصف ألف ج، بما أن ه منتصف ألف ج قطع ألف ج، وعندي واو منتصف ألف ب، واو منتصف ب ج، واو منتصف ب ج. هنستنتج ايه؟ هقول له إذن ه واو هتكون بتساوي نص ألف ب، هتكون بتساوي 3 سنتي. يبقى احنا كده جبنا الثلاث أضلاع. كده هقول له إذن محيط المثلث د ه واو هيساوي 4 زائد 5 زائد 3، 4 و5 9، 9 و3 يبقى 12 سنتي. بعد كده السؤال الرابع ألف. ارسم على الشبكة التربيعية المثلث ألف ب ج، حيث ألف 2 و1، ومديني ب 3 و4، وجيم 5 و2. ثم ارسم صورة المثلث بالانعكاس في محور السينات. طالما الانعكاس في محور السينات يبقى هنغير إشارة الصاد. يبقى كده هجيب ألف شرطة هتساوي 2 وسالب 1، وهنجيب ب شرطة هتساوي 3، هنغير إشارة الصاد هتبقى سالب 4. بعد كده نجيب ج شرطة تساوي السينات زي ما هي، وهنغير إشارة الصاد هتبقى سالب 2. بعد كده ممثلة على الشبكة التربيعية. عندي نقطة ألف 2 و1، نقف عند الاتنين ونطلع عند الواحد نحط نقطة، دي نقطة ألف. بعد كده نقطة ب اللي هي 3 و4، نقف عند التلاتة على خط السينات، دي خط السينات، نقف عند التلاتة ونطلع لحد الأربعة ونحط نقطة، دي نقطة ب. بعد كده نمثل النقطة ج اللي هي 5 و2،
هنقف عند 5 وهنطلع لحد 2 ونحط نقطة، دي نقطة ج. بعد كده نوصل دي كده المثلث الأصلي. عايزين نجيب له الصورة بتاعته بالانعكاس في محور السينات. يبقى كده احنا جبنا ألف شرطة 2 وسالب 1. هنقف عند 2 ده على خط السينات وهننزل للسالب 1 ونحط نقطة، ده يبقى اسمه ألف شرطة. بعد كده نمثل ب شرطة النقطة 3. هنقف عند 3 وهننزل لحد السالب 4 ونحط نقطة، وقفنا عند 3 وهننزل لحد سالب 4 ونحط نقطة، دي اسمها ب شرطة. بعد كده نقطة ج شرطة 5 وسالب 2، 5 وسالب 2. هنقف عند 5 وهننزل عند السالب 2 ونحط نقطة، دي نقطة ج شرطة. بعد كده نوصل ألف بب، ب بجيم، جيم بألف. كده رسمنا صورة المثلث بالانعكاس في محور السينات. بعد كده السؤال الرابع ب في الشكل المقابل. عندي ه تنتمي للشعاع ده الألف، ه تنتمي للشعاع ده الألف، وعندي ه ألف ب ب120 درجة، زاوية ه ألف ب ب120 درجة، ومديني إن ده الألف بيوازي ب ج، ومديني زاوية ج ب60 درجة. اثبت إن الشكل ألف ب ج د، ألف ب ج د متوازي أضلاع. عايزين نثبت إن الشكل ده متوازي أضلاع. هو مديني ألف د بتوازي ب ج، فاضل لنا نثبت إن ألف ب يكون بيوازي د ج. لو قدرنا نثبته يبقى الشكل ده يكون متوازي أضلاع. طيب امتى تكون ألف ب بتوازي د ج؟ ازاي نثبت التوازي؟ دلوقتي أنا عندي ألف د بيوازي ب ج، فقياس زاوية د زائد قياس زاوية ج هيكون بيساوي 180 درجة بالتداخل. يبقى هنكتب الجزء ده، هقول بما أن ألف د يوازي ب ج، إذا قياس زاوية د زائد قياس زاوية ج هتساوي 180 درجة. يبقى كده هنجيب إذا قياس زاوية د هتساوي 180 ناقص 60 هتساوي 120 درجة بالتداخل. يبقى احنا كده جبنا زاوية د 120 درجة بالتداخل. دلوقتي احنا جبنا زاوية د ب120 درجة، وانا عندي زاوية ه ألف ب ب120 درجة. الزاويتين دول بيساووا بعض وهم في وضع تناظر، اللي هو ازاي؟ انا عندي د ه د ج بتوازي ألف ب، وألف وده الألف دوت قاطع ليهم فهم عاملين حرف الإف مقلوب، فيبقى كده عندي زاوية د بتساوي زاوية ه ألف ب وهما في وضع تناظر. يبقى كده قدرنا نثبت إن د ج بيوازي ألف ب، وهقول وأنا عندي ألف د بيوازي ب ج يبقى الشكل ده متوازي أضلاع. يبقى كده هقول بما أن قياس زاوية ه ألف ب بتساوي قياس زاوية د بتساوي 120 درجة وهما في وضع تناظر. هنستنتج ايه؟ عندي زاويتين في وضع تناظر، يبقى كده اذا ألف ب هيكون بيوازي د ج، وانا عندي ألف د بيوازي ب ج، واقول بما ان ألف د بيوازي ب ج يبقى كده عندي كل ضلعان متقابلان متوازيان. يبقى كده اقول له من 1 و2 ينتج أن الشكل ألف ب ج د متوازي أضلاع. بعد كده السؤال الخامس ألف قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية ألف ج د بتساوي 90 درجة، ومديني ألف ب ب4 سنتي وب ج 3 سنتي وج د 12 سنتي. اوجد طول ألف د. ألف د ده موجود في المثلث ألف ج د. عشان نجيبه محتاجين نكون عارفين كمان الضلع ألف ج، عشان نكون عارفين ضلعين في مثلث
نقدر نجيب الضلع التالت اللي هو ألف د. طيب في المثلث الصغير ألف ب ج، أنا عارفة فيه ضلعين، هقدر أجيب الضلع التالت ألف ج بفيثاغورس عشان ده مثلث قائم. هنكتب الكلام ده في المثلث ألف ب ج، بما أن قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة، يبقى كده نقدر نستخدم نظرية فيثاغورس إن احنا نجيب ألف ج. يبقى كده ألف ج تربيع هيساوي ألف ب تربيع زائد ب ج تربيع. هنا جمعنا ليه؟ لأن أنا عايزة أجيب ألف ج، وألف ج ده وتر مش ضلع من أضلاع القائمة، فعشان نجيب الوتر الكبير بنجمع ضلعي القائمة. هنا عندي ألف ب ب4 مربعة تبقى 16 زائد ب ج ب3 مربعة تبقى 9 مجموعهم 25. يبقى ألف ج هيساوي جذر ال25 هيساوي 5 سنتي. كده جبنا ألف ج. دلوقتي هنتكلم في المثلث ألف ج د. في المثلث ألف ج د، بما أن قياس زاوية ألف ج د بتساوي 90 درجة، كده عندي زاوية ألف ج د دي ب90 درجة، وأنا عرفت ألف ج جبناه ب5، وأنا عندي ج د ب12. هنقدر نجيب ألف د اللي هو عايزه برضو بنظرية فيثاغورس. يبقى ألف د تربيع، وناخد بالنا ألف د ده وتر ولا ضلع من أضلاع القائمة؟ طبعا ألف د ده الضلع المقابل للزاوية القائمة، هيكون ده الوتر. يبقى ألف د تربيع هيساوي مجموع مربعي ضلعي القائمة، هيبقى ألف ج تربيع زائد د ج تربيع. ألف ج جبناه ب5 مربعها يبقى 25 زائد د ج ب12 هنربعها يبقى 144. هنجمعهم كده 25 زائد 144 هتساوي 169. 169 عشان نجيب ألف د بس هنجيب الجذر التربيعي ل169، هتكون بتساوي 13 سنتي. يبقى احنا كده جبنا ألف د ب13 سنتي. بعد كده السؤال الخامس ب في الشكل المقابل، عندي ألف ب ج د شكل رباعي، عندي ألف ب ه زاوية ألف ب ه ب130 درجة، وعندي زاوية د ب100 درجة، وزاوية ج ب90 درجة، وعندي ه تنتمي للشعاع ج ب. اوجد قياس زاوية ألف. عايزين زاوية ألف. زاوية ألف موجودة في الشكل الرباعي ألف ب ج د. أنا عارفين إن مجموع قياسات الزاوية الداخلة للشكل الرباعي 360 درجة، بس هنا احنا ما نعرفش إلا زاويتين في الشكل الرباعي، محتاجين نعرف الزاوية التالتة عشان نقدر نجيب زاوية ألف. طيب زاوية ألف ب ج هقدر أجيبها، هنجيبها ازاي؟ أنا عندي زاوية ه ب ج دي زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة، عندي زاوية ألف ب ه ب130 درجة، نقدر نجيب اللي جنبيها. يبقى هقول بما أن قياس زاوية ه ب ج هتساوي 180 درجة زاوية مستقيمة، يبقى كده إذن قياس زاوية ألف ب ج هتساوي 180 ناقص 130 درجة هتساوي 50 درجة. يبقى احنا كده جبنا زاوية ألف ب ج ب50 درجة. كده بقى عندنا 3 زوايا في الشكل الرباعي، هنقدر نجيب زاوية ألف الزاوية الرابعة. يبقى كده هقول بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي بتساوي 360 درجة. يبقى كده إذن قياس زاوية ألف اللي هو عايزها هتساوي 360 درجة، هنطرح منها زاوية د اللي هي ب100 زائد زاوية ج اللي هي ب90 زائد زاوية ألف ب ج اللي احنا جبناها ب50 هتساوي 360 ناقص افتح قوس 100 زائد ال90 زائد ال50 هتساوي 120 درجة. يبقى كده زاوية ألف ب120 درجة. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت المحافظة رقم 5.
محافظة الشرقية. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا إشعار كل ما انزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.